السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض خيار المخلل بطريقة جميلة جدا وبسيطة وسهلة. يلا بينا نبدأ. نصلي على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا ايه هنا على النار؟ ما هحط 5 كوبايات مية على النار واسيبهم يغلوا كده بس. وبضيف عليهم حاجة بسيطة، حاجتين، بضيف عليهم 3 معالق ونص خل. مش هكتر هنا في كمية الخل علشان الخل هنا بيخلي الخيار بتاعي يستوي بسرعة ويبلف بسرعة ويبقى بايظ معاك. ماشي. وبحط عليهم هنا 4 معالق ملح، 4 معالق ملح على كوبايات الأربع وعلى 5 كوبايات مية. الملح بتاعه كده مظبوط جدا، ما تكتريش ولا تقليش عن كده. تمام. واسيبهم هنا يغلوا دقيقتين بس. واكون هنا محضرة الخيار بتاعي ومقطعاه كده من فوق ومن تحت الزر بتاعه. والمية هنا حطيتها في شوب، والمية هنا مغلية يعني لسه سخنة، بصبها على طول على الخيار ده. ماشي. بس اول حاجة هنا هحط عليها ايه؟ معلقة كزبرة ومعلقة سكر. السكر هنا بيعمل ايه؟ بيخلي الخيار بتاعك يكون مقرمش لحد اخر واحدة. بقلبهم كويس وبصب عليهم على الخيار. وبصي يعني المية سخنة معايا عشان الخيار هنا يعني ايه يدخل في السوا كده. حاجة بسيطة هيغير لونه بس كده. هغطيه واسيبه حوالي نص ساعة لحد ما لونه كده يغير والمية بتاعتي تبرد تماما. ماشي. المية كلها هنا مغطية الخيار بتاعي اهو. بعد ما فاتت نص ساعة الخيار بتاعي لونه غير كده شوية. عندي هنا توم ورق اللورة وفلفل حامي. هجيب كده برطمانة معايا، هرص فيها الخيار بتاعي كده بالطول. والبرطمانة دي اكون منشفاها كويس خالص وغسلاها بمية بتغلي. تمام. هنزل فيه اول حاجة شوية ورق لورا، وهنزل هنا فصين 3 توم، وبنزل قرنين بس فلفل حامي عشان يدي للخيار كده الطعم المشطشط شوية. مش هتلاقيه حراق قوي، لا مشطشط شوية يعني يدي التطعيمة الحلوة دي بتاعت المحلات. تمام. مليت كل كمية الخيار اللي انا هعملها. عملت معايا برطمانتين كده متوسطين، وبنزل عليهم هنا المية اللي انا حشت منها الخيار. مش برميها، لا بحطها تاني في البرطمان. تمام. وبغطيها كده. اجيب اكياس تلاجة وبطبقها كده وبغطيها بالغطا وبقفل عليها كويس خالص بحيث ان مفيش حتى هوا يدخلها علشان الخيار بتاعي ما يبلهفش مني بسهولة. الخيار بتاعنا كده بصي بطريقة جميلة جدا عملناه مع بعض، ما فيهوش اي حاجات متعقدة ولا حاجة. حاجات كده تكات بسيطة هتخليكي هنا الخيار بتاعك يفضل مقرمش لحد اخر واحدة. اذا وصلت لحد هنا يا ريت تدعميني وتديني لايك واشتراك، ويسعدني الكومنت بتاعكم الحلو. يا رب اكون افدتكم باي حاجة. يلا الى اللقاء، باي باي.